قصدك حزن صار في البرنامج كله. جماعة مش حاسين المخرج عطاه الخروج وجدان حقه، عطاه اكثر من حقه، وكان رائع، كان في غاية الروعة. حبيت التفاصيل، حبيت المحبة اللي ما بيناتهم، المحبة اللي ما بينات حتى المشتركين. يعني هون كيفاش شاهيناز حضنتها وذكية والكلهم. انا لما شفت المشهد هذية ما صدقتش هم في الحالة اللي هم فيها في هالوقت، يحلوا في اللايفات ويسبوا في بعض. ما صدقتش هم نفس، انا حسيت ما فهمت هون عم بيمثلوا او حق، لانه خلوا مشاعرنا هيك يعني فياضة. بس انا ما فهمت ليش عم يبكي هذا، عم يبكي على سامي. شو ماله هذا مركز على اهداء، عم يبكي على الاولاد اكثر على البنات. يا ويلي على شو عم يبكي؟ هذه عيشة البكاية وخلص تعودنا بيها، بس هو شو ماله؟ اوفر حبيبي. لحظة ادراك جاته، وحبيت هون لما قلت لهم عندي كم، حبيت اللقطات الكل متاع الوداع. ترى خيال تهبل جنن. اللقطة الوحيدة اللي ما حبيتها واللي حسيت انه المخرج صح تركي، اللقطة الأخيرة عمل زي فيديو كليب قصير هيك لآدم تحت الزيتونة وهيك يعني هذه هي اللقطة الوحيدة اللي ما عجبتني. مية ما تخطط علاقة آية وفؤاد. ان شاء الله يا ربي ما تصيرش مشاكل في الحلقات الجاية ويبينوا أسوأ ما عندهم. سامي خرج مبسوط، خرج يزغرط. انا الصراحة خروج سامي وخروج فارس ما اخذوا حقهم. وظلمهم المخرج على فكرة والله. بس هو كشكل حلو.